قالت لي احنا على وشك الطلاق، هي وجوزها بيتطلقوا. فوجئت بشخصية عجيبة جدا. الشخصية دي ملامحها ايه من جوزها؟ انه مش مصدق كلامها. تحاول تبرر مفيش فايدة، تحاول توضح او تفسر الاسباب اللي ادت من وجهة نظره الى هذا الخلاف الفظيع، مفيش فايدة. طيب هو بيرد بيقول لها ايه؟ الكلام سهل، اثبتي لي بالفعل، انا ايه اللي يخليني اصدقك؟ ففضلت تعمل مجهودات 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 ليها علاقة بانها بافعال علشان تثبت له انه الموضوع كله في دماغه، او انه هي ما كانتش تقصد، او انه الموضوع كان بحسن نية. والموضوع كله اختلافات، يعني مفيش حاجة جوهرية، هي اختلافات في الاداء في الحياة في الشخصية. ولما بدأت تعمل الافعال، الحقيقة انه هو كمان مش قابل افعالها وما بيستقبلش افعالها. طيب ايه بقى القصة؟ يعني هتعمل ايه لو فضلنا نقول الست تعمل ايه تعمل ايه تعمل ايه؟ الحقيقة هيبقى ظلم باين. ليه؟ لأنه ده هيبقى مجهود على الفاضي. لو هو مش هيستقبل، لو هو مش هيقرأ الكلام بتاعها صح، ما في حد في علاقة ينفع يكمل لو هو مش متصدق في العلاقة دي، أو لو كلامه رايح في حتة التشكيك. دي مسألة غير مقبولة إنسانيا. قال لها بقى كلمة غريبة هو ده اللي الست قاعدة يعني تضرب كف على كف. فقال لها اديني ضمانات. قالت له ضمانات لإيه؟ ضمانات اللي انتي بتقوليه أو بتعمليه إنه حقيقي. فالست قالت له معرفش أعمل ضمانات، الضمانات هو اللي أنا بقوله واللي أنا بعمله، بس إيه الضمان اللي ممكن يبقى بيتعمل غير إن انت لو بجد بتحبني وعايز تبقي عليا إن انت تصدق؟ فقال لها لا، اديني ضمانات. من غير ضمانات مفيش. أحب أقول لكم إنه الست والراجل دول اتطلقوا. طيب السؤال الأهم هو ليه الراجل ده عامل كده؟ الحقيقة إنه اللي بيخلي الناس سواء راجل أو ست واقعين في منطقة إن هم مش مصدقين كلام اللي قدامهم، خاصة لما يبقى كلام محبين ليهم، ممكن يبقى له كذا سبب. ممكن السبب الأول إنه الشخص نفسه مش حاسس بإنه يستحق هذا الحب، فأي كلام ليه علاقة بالحب، او انا مستعد اعمل ايه علشانك او عشان احافظ عليك، هو مش مصدقه. ليه؟ لانه مش عشان هو مش مصدق الشخص الاخر او الشخص الاخر كذاب، لا، لانه هو شايف ان هو لا يستحق كل هذا العطاء، وهو نفسه ما بيبقاش واعي لده. فده سبب انه ممكن الشخص ده سواء برضو راجل او ست تكون عدت عليه حاجات كتير قوي ومواقف خذلان كتيرة من الدنيا ومن الناس ومن العلاقات، فيبقى محمل بحاجات ليها علاقة بأنه خلاص فقد الثقة في حاجات كتير، لكن للأسف لأنه ما تعاملش معها بوعي بيطلعها في حتة غلط بطفولة وسذاجة، من غير ما يشتغل على نفسه، من غير ما يفهم الدنيا فيها إيه أو إزاي فعلا يقدر يصلح العلاقة مع شخص مقرب ليه. ودي برضو بتبقى مصيبة تانية، الشخص اللي يصدق أفكاره ويبقى يعني مقدسها كده وشايف إنه اللي في دماغه هو الصح والشعور اللي هو حاسس بيه هو الصح، ده ممكن فعلا يخسره ناس كتيرة قوي. الحاجة التانية اللي ممكن تحصل اللي تخلي الشخص انه ما يصدقش كلام اللي قصاده حتى مهما كانت درجة قرب العلاقة بينه وبين اللي قدامه، انه يبقى شخص كثير التحليل، يعني محلل بشكل مرضي، انه فين الإن بقى، اللي هو ايه اللي ورا الحكاية ده، قال لي كذا، طب ايه المقصود، ويروح بدماغه لحتت بعيدة جدا جدا. ممكن يبقى الشخص ولا جات على باله، الشخص التاني يعني ولا جات على باله ولا يقصدها ولا اي حاجة، ويعمل منها سيناريوهات وافكار. وخاصة بقى تزيد الحكاية يعني بلة زي ما بيقولوا، لو عنده متسع من الخيال وقدرته على التخيل كويسة شوية، هيبقى ده بيعمل سيناريوهات محبكة اكتر. والمصيبة الاكبر انه بيصدقها. لو حد عدت عليه تجربة زي كده انه ما كانش متصدق في علاقة، قولوا لي، شاركوني.